كله ضرب 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 لحد سنه 2015. ايران تقول لك بس حلو قوي لحد هنا، انتوا عايزين ايه؟ نقلل تخصيب اليورانيوم لحد 3% لمده 15 سنه. بص انا حاسس ان هو عقد ايجار قديم بس ماشي. ايه تاني؟ نقلل عدد اجهزه الطرد المركزي للتلت بس. يا عم بقول لك ايه، والمفاعلات النوويه دي هنقلبها ابراج حماد. ها ايه تاني؟ تحويل مركز فوردو لمركز ابحاث. يا عم هنقلبه محل فول وطعميه. ها عايز حاجه تاني؟ تعديل مفاعل اراك لحد من ما تتكلمش، انا لا اراك. تلتزم ايران فعلا ببنود الاتفاق وتقلل اليورانيوم المخصب من 8300 كيلو ل 200 كيلو بس. تبدا العقوبات تترفع واحده واحده والدنيا تبدا تفك لحد يوم 8 مايو 2018 لما بيعلن الرئيس الامريكي ترامب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وكمان بيرجع يفرض على ايران عقوبات مره ثانيه. وبعد انسحاب امريكا فضلت ايران ملتزمه بالاتفاق لمده سنه كامله، ومن اول مايو 2019 تعلن ايران وقف التزامها بالاتفاق لحد ما يوصل تخصيب اليورانيوم لنسبه 60% في 2021. النهارده بتقول وكاله الطاقه الذريه ان ايران تقدر